القندورة أو العباءة المراكشية أو القميص الإماراتية تتراوح أسعارها ما بين 3830 و 30,000 دينار جزائري في أغلب المحلات، وتلقى رواجا كبيرا بين فئات الشباب مع اقتراب عيد الفطر. والإقبال على اللباس المغربي راه هو الأول، على المراكشية، على القندورة كما هذيك اللي صورتوها قبيله، هذا هو. وكاين من بعد يجي القميص كما الاماراتي. على كل حال الشباب عنده ذوق كبير، عنده ذوق الشباب. لا جوناس نتاعنا الله يبارك ils sont devenus de plus en plus exigeants. يبغي لا كاليتي، يعني لو بري امبورت بو. يتحسر الباعة والمواطنون على حد سواء من قلة أو غياب اللباس الجزائري التقليدي الأصيل من على رفوف المحلات، مما يجعلهم مضطرين إلى اقتناء القميص الخليجية أو القندورة المغربية. صحيح كان احنا نتاسف كثير لان في السوق الجزائريه ما نوجدش يعني لباس جزائري اصيل كما العبايه العربيه. احنا نقولوا عبايه كبيره عندنا احنا في الغرب الجزائري، عندنا العمامه الجزائريه ماهيش موجوده كاع تمام في السوق. السروال العربي كما نقولوا احنا في الجهه تاعنا الحفاض ماشي موجود في السوق. اللباس الجزائري ما عندهش تشجيع، كاين اللي داير ماشينه في داره وغير يخيط، ما كانش تشجيع، ولو كان يخيطه تنقام السومه غير كيما هذا. اقتناء اللباس التقليدي مع اقتراب كل عيد فطر سماها البعض موضة جديدة للاحتفال